اهلا بيكم في قناتكم الحياة حلوة. النهاردة جايبه لكم سندوتش بحجم عائلي، لكن مختلف، مورق هش مقرمش، هيعجبك جدا. ويلا نبدأ الوصفة. هنا انا عندي 600 جرام دقيق، حطيت معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة سمنة ونص معلقة ملح ومية هعجن بيها العجين لحد العجينة ما تكون معايا لينة. المية بحطها على حسب نوع الدقيق، بس أنا هنا مستعملة دقيق الخاص بالحلويات. لو مش عندك تقدري كل كوباية دقيق بتشيلي منها معلقة كبيرة من الدقيق وتحطي مكانها نشا. هنا هبدأ إن أنا أعجن العجينة وأخليها لينة زي ما حضراتكم شايفين. هنا بعد ما عجنتها كويس هدهن ايديا بالزيت، وادهن بها العجينة وهشيلها في كيس بلاستيك عشان امنع الهواء وانها ترتاح بسرعة. الحشوة معايا بسيطة وسهلة، عبارة عن فلفل وبصل فرمتهم وحوالي 300 جرام من اللحمة المفرومة. عاوزة تحطي فراخ اي نوع تاني، تكتفي بخضار مفيش مشكلة. حطيت معلقة كبيرة بابريكا وملح الاعشاب بردك اللي بتفضليها، وسويت كل الخليط ده على النار. بعد كده اهوت العجينه عندي ارتاحت، ممكن نص ساعه لحد العجينه معاكي ما ترتاح. هبدا ان انا اقطعها كور، والكور بتبقى قد البرتقانه الصغيره على حسب الطاسه اللي هتبقى موجوده عندك، بس ما حاولش ان انا اكبرها لاني لسه هفردها تاني. بعد ما اكورها برضك بسيبها ترتاح حوالي 10 15 دقيقه. كل ما بتسيبيها ترتاح اكتر، كل ما هتكون العجينه معاكي لينه وحلوه جدا وهتستمتعي وانت بتفرديها. هنا عندي زيت وزبده. الزبده عندي كميه قليله قوي من الزبده ان انا هدهن بيها العجينه من جوه، والزيت ده ان انا هدهن بيه ايدي وانا بفرد العجينه، والابيض ده نشا. بدات ان انا قسمت الحشوه، وهنا فردت العجينه عشان انا سبتها ترتاح. كل ما بتسيبيها ترتاح كل ما هتحسي انها بتتفرد معاكي حلوه قوي. حسيتيها وانت بتتفرد اتقطعت او مش راضيه تتفرد معاكي، سيبيها ترتاح شويه، غطيها وسيبيها على الرخامه هتلاقيها اتفردت معاكي حلوه قوي. هنا انا بفرد بالزيت وادهن بالزبده وارش رشه نشا مش كتيره، رشه صغيره، وببدا اطبق الفطيره زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا ان انا اعمل الكميه كلها بالشكل ده. هنا انا خلصت الكميه كلها وطبقتها وحطيتها، ولازم اغطي العجينه. هبدا باول واحده انا طبقتها علشان هتكون معايا ارتاحت، وانا بفردها هدهن ايدي زيت وهتلاقيها اتفردت معاك على طول. اول واحده ان انا طبقتها وسبتها، مش من اخر واحده، هتلاقيها لينه واتفردت معاكي. انا حاطه ورقه زبده، وعند الطاسه يا ريت تكون يعني سمكها تخين شويه، وتكون درجه الحراره متوسطه، ما تكونش ولا واطيه ولا عاليه. وهبدا ان انا اخدها ورقه الزبده هتساعدني ان انا اقلبها على الطاسه، والطاسه هبقى دهنها رشه زيت صغيره او زيت مع زبده، وانها هبدا ان انا ارمي عليها المخبوزات. بمجرد بس ما تمسك نفسها، ما بخليهاش ان هي تحمر، لا بتمسك نفسها بس واروح قلباها وهكذا. وعلى فكره ما بتاخدش وقت خالص، وشايفين منفوخه معايا ازاي، عامله زي الفطير بجد، مورقه من جوه ورقه ورقه، ومقرمشه من بره والورقه من جوه طري. وهوريكم ازاي ان دلوقتي ان انا هحشيها. هبدا احط الحشوه بتاعتي على الحرف بالشكل ده. بجد سندوتشات لذيذة وطعمها مختلف عن أي سندوتشات أكلتيها قبل كده. أنا ولادي بياكلوا التورتيلا والكريب، قالوا لي يا ماما دي طعمها أحلى وألذ، وبالذات إن هي مورقة من جوه ومدهونة طبعا بالزبدة، فطعمها حلو جدا. والسندوتش يعني ما شاء الله حجمه كبير وحلو قوي محترم يعني.
هبدأ ان انا احط جبنة وعلشان تمسك معايا الساندوتش، وان انا هقفلها واقلبها من على جنبين ان انا احمرها تديني طبقة مقرمشة من جوه. بس بجد لذيذة جدا جدا. يا ريت لو عملتيها لولادك، بجد هتعجبهم، مختلف عن اي سندوتشات هم اكلوها قبل كده هوت. هنا لو تشوفي ان الفطيرة عاملة زي الفطير، يعني شوفي طرية ازاي، لينة معايا، ومورقة من جوه، لان هي مادام بتتنفخ معاكي ده دليل ان هي مورقة من جوه ومهوية، فالساندوتش وانتي بتاكليه هتستمتعي فعلا بيه. هنا انا قسمته وهوريهولك من جوه، وهتشوفي التوريقه والورقه ورقه بجد حلوه قوي. شايفين مورق ازاي من جوه؟ لو انا حشيته وهو لسه عجينه، بتلاقيه ما بتبقاش بالتوريقه اللي بالشكل ده. والتوريقه دي علشان تقدري تجيبها من المخبزات لازم تحطيها في الفرن. شوفي سندوتش مورق، هش مقرمش من بره، الورق اللي من جوه طري، ومورق ورقه ورقه، طعمه حلو قوي ومدهون بالزبده. يعني حاجه بجد حلوه قوي قوي، وباين حتى من شكله، وطعمه احلى من شكله بكتير بجد، يعني طعمه لا يقارن بشكله، حلو قوي. يا ريت لو وصفتي عجبتكم ما تنسوش الاشتراك واللايك، واسمع رايكم في الكومنت، واشوفكم الوصفه الجايه.